اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب، بالخير والفرحة والهنا والسعادة يا رب. واللي بيتمنى حاجة يا ربنا يرضيه بيها ضعف ما بيتمنى في الايام المفترجة اللي احنا فيها دي. والايام دي حلوة قوي، ادعي الدعاء فيها بيستجاب، ادعي فيها على قد ما تقدري. وهنا بقى يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوفوا الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ايه. طبعا العيد الكبير طبعا بومبار ولحمة وكوارع والحاجات اللي ايه اللي كلنا عارفينها دي. طبعا جبت البومبار والراجل غسلهولي، بس انا طبعا مش بكتفي بالغسيل بتاعه، انا بحب اللي انا لما بجيبه بعيد عليه كويس جدا بالسكينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بامسكه بقى بنزل كل الحاجات اللي بتبقى فيه، بيبقى فيه زي مزلقة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اصلا والله العظيم كان بينزل حاجات كتير قوي، وحتى الراجل منضفه، بس برضو زي ما قلت لكم انا مش بحب اللي انا اكتفي بالغسيل بتاعه. هنا بقى غسلته كويس جدا. وهنا بقى جبت كمية ملح محترمة، بمسك كل واحدة كده بالملح هغسلها كويس جدا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يعني ايه اكني كده ايه الملح جاي رايح كده في ايديا ينزل اي حاجة فيه. وهنا برضو هوريكم دلوقتي البومبار. هو طبعا الراجل قلبهولي، بس انا طبعا يعني ايه بحب اللي انا برضو ايه اقلبه، بحيث اللي لو بنوتة لسه داخلة المطبخ، ولو لسه العروسة جديدة، ولو الحاجات دي لسه مثلا مبتدئة فيها، تعرفي اللي انت تقلبيه. هنا بقى طبعا انا بعد ما غسلته بملح ملح كويس جدا. وهنا بقى جبت الدقيق ده حلو قوي في البومبار، ما بيخليش اي ريحة زفارة. هو والملح، انا الحاجات اللي هي اللي الطيور البومبار الكوارع هي دي غسيلي ليهم. الغسيل بتاعي بالدقيق وبالملح. بعد ما غسلته بالدقيق كويس جدا، بصوا يعني إيه، ماسكه كل بومباره كده، كل واحده كده بشطفها كويس جدا وبنزلها كده من الدقيق. وبصوا بنزل برضو لو في مزلقه او في اي حاجه من دي، او الحاجات اللي بتبقى نازله منه مش عارفه اسمها ايه، شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه. بنزلها بقى كويس جدا كده تحت الميه. بصوا واحده واحده كده. وبعد كده بعصر عليه ليمون، وبحط كمية ملح محترمة وبشيله. وقبل ما بشيله بقى يعني بركنه شوية، وقبل ما بشيله في الاكياس برجع اللي انا ايه اشطفه تاني. بصوا ما انا دلوقتي عصرت عليه ليمون وهضيف ملح، وهرجع اللي انا اشطفه تاني. بس قبل ما اي حد بشيله بيجيب البومبار هوريكم انا مغسول من بقلبه بره، كلنا ازاي. طبعا طبعا بنخلي الراجل البومبار ينضفهن. بيبقى فيه بس نسبة طبعا ما دهون، تكتفيش بيبقى بالغسيل فيه بتاعه، نسبة لازم دهون، تقيسي بس عليه نسبة مره الدهون واتنين. اللي بتبقى هنا فيه بقى غسلته انا بقى كويس بقول لكم ما جدا تنسوش اللايك. وبليمون وبالملح طبعا زي ما قلت نسبة لكم. الدهون اللي وهنا بتبقى بقى فيه لما بتيجي بشيله، تحشي بشيل طبعا البومبار على لازم حسب نسبة الكميه اللي الدهون انا دي هي هعملها.